السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة سريعا عن مباراة الزمالك وسموحة في الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر أو كأس الرابطة. الماتش النهاردة بتوقيت مصر إن شاء الله الساعة 8 مساء، في الإمارات وعمان الساعة 10، في مصر الساعة 8 مساء. بصينا بصة سريعة على جدول المجموعة الثالثة من كأس عاصمة مصر، فالزمالك هو متصدر المجموعة برصيد 4 نقاط بالتساوي مع المصري، وسموحة هيحتل المركز السادس بنقطة واحدة فقط. لو جينا نتكلم عن قائمة الماتش النهاردة إن شاء الله، القائمة بتضم في حراسة المرمى محمد عواد ومهدي سليمان ومحمود الشناوي، عمر جابر، الونش، هشام فؤاد، المساك اللي هو يعتبر لعيب من الناشئين، لعيب صغير في السن كويس جدا على فكرة. في مركز المساك ممكن نكسبه الفترة الجاية في مركز المساك، وبارون اوشنج ومحمد ابراهيم. بارون اوشنج اللي بصراحة يعني ما قدمش اي شيء يذكر لحد دلوقتي، الفرص اللي خدها دي كلها. ومحمد ابراهيم ده باك يمين لعيب ناشئ. في نص الملعب محمود جهاد، سيف جعفر اللي برضه نفس القصة، أخد فرص كتير جدا 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 جدا، ويمشي على سطر ويسيب 10، يمشي على سطر ويسيب 10، ما بيقدمش برضه أي شيء. لعيب مشى وراح بيراميدز ورجع تاني، ومعرفناش مشى في ايه ورجع في ايه. السيد أسامة لعيب من الناشئين، أنس وائل ناشئين، أحمد صفوت ناشئين، وإيشو اللي على فكرة قدم ماتشات كويسة جدا في كأس الرابطة لحد دلوقتي في المركز الباك الشمال، لعيب ممكن نكتشفه في مركز جديد، لعيب كويس، قدم ماتشين كويسين الماتشين اللي فاتوا في المركز الباك الشمال. محمد حمد ده وينج شمال، نفسنا نشوفه وياخد وقت أطول الفترة الجاية. ناصر ماهر اللي أخيرا رجع للقايمة. آدم كايد، أحمد شريف، خوان بتزيرا، وخط الهجوم هو نفس خط الهجوم، ناصر منسي، علاء الدباغ، وعمرو ناصر. أما غيابات ماتش النهاردة والأسباب فهي عبد الله السعيد، أحمد ربيع، أحمد حسام، نبيل عماد دونجا الإصابة، وبسبب أجازة الزواج محمود بنتايج، وقرار فني محمد السيد وأحمد حمدي، اللعيبة اللي عليها مشكلة في موضوع التجديد أو التجديد، هيمشي هيجدد. ده كان تشكيل الماتش اللي فات، ماتش الحرس اللي احنا كسبناه في آخر دقيقة، هدف ناصر منسي 2-1. كان المهدي سليمان، أتوقع إن هو هيبدأ النهاردة نفس الحارس مهدي سليمان. خط الظهر بنسبة كبيرة هيبقى نفس خط الظهر، الونش وهشام فؤاد وأحمد إيشو. بارون أوشنج اللي ممكن يبدأ مكان محمد إبراهيم اللاعب الصغير، بس أتوقع إن بارون أوشنج هو اللي يبدأ. أتمنى هو اللي يبدأ، أي نعم هو ما قدمش أي حاجة الماتشات اللي فاتت، لكن أتمنى هو اللي يبدأ، ياخد وقت أطول، يمكن يبدأ يقدم حاجة يعني نشوفها. نص الملعب اتوقع يبقى هو نفس نص الملعب، جهاد وسيف جعفر وادم كايد، مع اني نفسي اشوف مكان سيف جعفر ناصر، ناصر ماهر او اي حد تاني يقدر يضيف، لان سيف جعفر بصراحه مش بيضيف اي شيء. وخط الهجوم اتوقع ان هو بنسبه كبيره هيبقى نفس خط الهجوم، بتزيرا وشريف وعمرو ناصر. اتمنى من كل قلبي ان احنا نبدا نشوف في وقت اطول، اتمنى ان احنا نشوف الزمالك بيخلص الماتش، ونقدر نشوف انس وائل بشكل اكبر، وياخد ده وقت دقايق اكتر. انس وائل من اللعيبه الشباب اللي قدمت لمسه كويسه الماتشين اللي فاتوا، اتمنى ان هو ياخد وقت اطول. نفس الكلام بالنسبه لمحمد حمد، نفس الكلام بالنسبه للباك اليمين محمد ابراهيم، نفس الكلام بالنسبه للعيب اللي هو انس وائل او اللي هو الفرنسي في نص الملعب. اتمنى اللعيبه الصغيره تاخد وقت اكتر، لان الزمالك محتاج الناشئين بتوعه، الزمالك محتاج اللعيبه بتاعته تطلع من تحت علشان تاخد فرص، في لعيبه كويسه تثبت نفسها تفرق معانا الفتره الجايه خلال الموسم، علشان نقلل شويه من اللعيبه اللي احنا محتاجها. اديك شايفين القيد موقوف علينا 8 ايقافات و8 قضايا، فانت لو طلعت لعيب مساك زي هشام فؤاد، طلعت لعيب زي انس في الهجوم هو محمد حمد، طلعت محمد ابراهيم باك يمين، هيفرقوا معاك كتير جدا من لما تروح تشتري لعيبه بملايين، وفي الاخر بيحصل مشاكل وبيمشوا، وبترجع لك القضيه في الاخر وغرامه وايقاف قيد ومشاكل. لا، انت ممكن تطلع لعيبه من تحت تفرق معاك جدا 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 جدا، وتستثمر فيها بعد كده وتبيعها بملايين، احسن ما تروح تشتري لعيبه بملايين اصلا لعيبه مش كويسه، تعبانه، وكمان اصلا مش بتعرف تدفع لها رواتبها وبتسيبك وبتمشي. فكل التوفيق للزمالك النهارده باذن الله، كل التوفيق، ونقدم ماتش كويس ونكسب، نكمل في صداره المجموعه، و نقدم مباراه كويسه. كل التوفيق للزمالك واللعيبه واحمد عبد الرؤوف.